السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. وصفة اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير البودرات اللي غادي نحتاجوها في بزاف ديال الوصفات، بحال الحشوات المالحة، وأيضا ممكن نصايبوا بهم العدند أو الكفتة ولا أي نوع من الطبخات اللي غادي نحتاجو فيها التوابل المنسمة أو العطرية. فغادي نحضروهم إن شاء الله غير في الدار بمكونات اللي هي اقتصادية بدون نكهات اصطناعية. فالطريقة سهلة واقتصادية بزاف على اللي كناخدو من برا، ثمن اللي هو غالي. فمن الأحسن نصايبهم في الدار، غادي يتقاموا عليا رخاص بزاف وصراحة صحيين. تابعوا معايا الفيديو باش نكتشفوا الطريقة الصحيحة ديال التحضير ديالهم وكيفاش نخزنوهم ويبقاو لكم مدة طويلة. فبسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نبداو بها هو البودره ديال البصله. فهنايا خديت واحد الكميه ديال البصله، استعملوا شحال ما بغيتو نتوما. انايا استعملت خير هاد 3 ديال البصلات، غادي نزيد عليهم مازال. فهنايا غادي نحيد ليهم القشره ديالهم هكا على الطريقه هادي. غادي نقشروهم كاملين وغادي نمسحوهم بواحد المنديل، حيت كيكون فيها هذيك الماء ديالهم. غادي نمسحوهم مزيان وتنقطعوهم على هكا على هاد الشرائح. الشرائح خاصهم يكونوا رقاق كيف ما كتلاحظوا. صافي نستمر بنفس الطريقة حتى نقطعهم كاملين. ضروري الشرائح يكونوا رقاقين بزاف باش هكذا يتسهل علينا التجفيف ديالها. بعد ما قطعتهم كاملين على هاد الشكل هذا، غادي نجيب واحد المنديل، غادي نشفوه من الماء كيف ما كتلاحظوا. غادي نمسح ديك البصله على هاد الشكل هذا، تحيد لينا ديك الماء اللي كيكون فيها. غادي ناخذ واحد المقله، غادي نديرو فيها هذيك البصله، وغادي نحتاجو هنايا 200 غرام ديال السميده الغليظه. غادي كنديرو بها سكسو. صافي تنخلطو السميده مع البصله حتى تنبسو ديك السميده البصله على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. فهنايا غادي نردوها النار. النار خاصها تكون مهيله، يعني ما تكونش مجهده كيف ما كتشوفوا دابا في الفيديو. فهنايا في الاول ما كنحتاجوش نحركوها بالاستمرار، فمره تنحركوها حتى تاخذ لنا هذا اللون اللي هو مايل للصفر. على هذا الشكل هذا كتبدا لينا تذهب لينا. فتنحركوها بالاستمرار باش ما تحرقش لينا ديك السميده. فهنايا تنستمروا بالتحريك حتى تاخذ لينا ديك اللون مذهب. فهنايا كيف ما كتشوفوا راه الحجم ديالها نقص بزاف على الكميه اللي درنا في الاول، لانها كتنشف من هذاك الماء، وفي نفس الوقت غادي يبدا اللون ديالها يتغير كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. صافي هنايا بعد ما تكرملوا وخداو لي اللون مذهب على هذا الشكل هذا، صافي تنطفي عليهم النار. غنخليهم على ديك السميده حتى يبردوا باش ياخدوا ديك الحراره ديال السميده وكيرجعوا مقرمشين. صافي هنايا بعد ما بردوا فمباشره غادي نغرب لهم ونزول فيهم ديك السميده على هذا الشكل هذا. فالطريقه سهله وبسيطه ما كتحتاجش الوقت. بالنسبه لديك السميده راه ما كتضيعش، راه غادي تستعمليها بزاف ديال الوصفات، فاحتفظي بها وغادي تستعمليها في بزاف ديال الوصفات. مثلا بحال ديري فيها الفسوه ولا ديري فيها الحرشه، راه كتكون من السمال ديك البصله. فهنايا غادي ندوزو نطحنوا البصله ديالنا على هذا الشكل هذا. تنطحنوها مزيان كيف ما كتلاحظوا حتى ترجع لينا بودره على هذا الشكل هذا. فهنايا غادي ندوزو نغربلوها بواحد المصفات على هذا الشكل هذا. صافي تنديرها في واحد كينينه ديال الزجاج ولا اي حاجه اللي محكمه الاغلاق. صافي تنحتفظوا بها، وهذا هو الشكل ديالها بعد ما طحناها. فهنايا غادي ندوزو لتحضير البودره ديال الثومه. فهنايا عندي واحد الكميه ديال الثومه، استعملوا الكميه شحال ما عندكم استعملوه. فانايا عندي غير هذه الكميه كفاني. صافي هنايا غادي نقشروه كامل وغادي نقيوها من ديك القشور كاملين بحال هذا الشكل هذا. فهنايا غادي ندوزو نطحنوها في الهاشوار. فما نطحنوهاش مزيان، غير نهرمشوها على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، حيت الا طحناها مزيان غادي تطلق لينا الماء ديالها. بعد ما طحناها غنديرها في الصينيه ديال الفرن اللي فرشت عليها الورق ديال الطبخ. صافي تنخوي عليها هاد الثومه، تنفرشوها على هاد الشكل هذا. تنحاولوا نوزعوها للطاوه كامله.
صافي ملي تندخلوها الفران هادي جا سخنته من قبل على النار مرتفعه حتى سخن مزيان. صافي تنطفيو عليه النار وتندخلو الطاوه ديالنا الفران، تنخليو حتى تنخليو ديك الثومه حتى تكرم وتولي بحال هكا. صافي فمباشره تنطحنوها في العشوار كيف ما كتلاحظوا. فالطريقه ديالها سهله وبسيطه وما كتحتاجش الوقت. فهنايا غادي ندوزو نغربلوها بواحد الغربال كيف ما كتلاحظوا. صافي هنايا كنحصلوا على الثومه اللي هي مطحونه، ثومه بودره تنحتفظوا بها في القرعه ديال الزاج اللي محكمات الاغلاق. فهنايا غادي ندوزو لتحضير البودره ديال القزبور. خديت واحد الكميه ديال القزبور كيف ما كتلاحظوا، غسلته مزيان بالماء ونشفتوه بالمنديل، تنقيوه على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. فالطريقه سهله وبسيطه وما كتحتاجش الوقت. فيمكن لكم تطبقوا هذه الطريقه حتى في المعدنوس ولا الكرابس، راه حتى هو كيجي زوين. كيف ما كتلاحظوا نستمروا بنفس الطريقه حتى نقيوه كامله. صافي تنديرو في الطاوه ديال الفرن تنفرج عليها ورق ديال الضب. الطريقه ديال التنشاف ديالو بحال الطريقه ديال الثومه كيف ما ذكرت لكم. فهنايا بعد ما خرجناه من الفران ممكن غير تهرسوه بيديكم هكذا وتحتفظوا به، ولا دوزوه بواحد الغربال ولا الصفايه كياخذ لينا نفس القياس. من بعد كتحتفظوا به في شي قرعه ديال الزاج اللي تكون ناشفه مزيان من الماء وتكون كتسد مزيان. كيبقى عندنا على مده سنه. فهاد الطريقه صراحه مزيانه، كيحافظ على اللون ديالو والريحه ديالو وبدون مواد حافظه. فهذا هو شكلهما النهائي، كيجيو صراحه زوينين بزاف والريحه ديالهم كتجي يا سلام زوينه بزاف. كيف ما ذكرت لكم احتفظوا بهم بالقرعات ديال الزاج اللي محكمات الاغلاق باش يبقاو لكم مده طويله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.